السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتي أكل زمان من بيتي. عاملين إيه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطيرة. بصوا زي ما انتم شايفين كده، فطيرة جميلة 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 زي اللي بنجيبها من عند الحلواني. بصوا عاملة ازاي ودايبة دوب ازاي. بصوا الجمال. الفطيرة دي ممكن نجيبها ب60 جنيه. احنا النهاردة هنعملها بأقل التكاليف، ولا بدقيق ولا بأي حاجة. تمام يا حبايبي، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا لفة جلاش نص كيلو. نص كيلو جلاش ده ب13 جنيه، وكيلو الدقيق يا جماعة ب18 جنيه. هنعمل الفطيرة بتاعتنا الجميلة دي النهاردة بلفة جلاش نص كيلو، وهتعمل اكبر فطيرة. ماشي. انا معايا هنا هعمل على 4 ورقات جلاش. سيحت زبدة، سيحت سمنة، زيت على سمنة، اللي عندك هيمشي. تمام. انا معايا السمنة بتاعتي سيحتها واخدت بالفرشة بتاعتي كده، وهعمل زي ما انتوا شايفين كده 4 رقات. ادي واحدة وفوقيها كمان واحدة. تمام. وهدينا لحسة سمنة بسيطة خالص خفيفة، واحط عليها كمان واحدة. هو ده اللي كل اللي مطلوب منك، ان انت تعملي الفطيرة الجميلة دي، وشوية زبيب وشوية جوز الهند. مفيش اكتر من كده. وهنعملها كمان من غير فرن، على البوتاجاز من فوق. وهتاكلي احلى فطيرة. قاعدة كده سهرانة ومتضايقة مش عارفة تعملي ايه، هيكون عندي نص جلاش في الفريزر. هقوم افتحه كده وابرده شوية، واقوم اشتغل بيه الفطيرة الجميلة بتاعتي. بجد بجد فطيرة مبهرة جدا وجميلة جدا، هتعجبك جدا. انا كده وصلت معايا يا ولاد 4 ورقات. تمام. هروح واخدهم ضمهم على بعض كده، شايفين؟ واروح جايه قافله بقى من ايه، من كل النواحي. قافله من هنا وقافله من هنا، عشان انا لما احطها على النار تعرف تنفخ وتبقى ايه، فطيره جميله. هثبت من هنا واثبت من هنا، 3 جوانب هثبتهم. اديني قفلت عليهم وثبتهم. معايا بقى طاسه حلوه كده، صينيه، اي حاجه. هدهنها لحسه زيت صغيره 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 خالص، وهنزل على طول. بصوا حبايبي، انا دلوقتي هعمل لكم كمان واحده. نص الجلاش بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه فطير جميله جدا، ما اقولكيش قد ايه جميله جدا وكتيره جدا. ادي واحده وادي 2. بصوا الجمال. هعمل لكم برضو جلاش بالخضار مره، بطريقه بسيطه وسهله كده، برضو من غير لحمه، بالفول الصويا. هيعجبكم جدا وموفر جدا برضو. تمام. ادي كده 3. دهنه خفيفه خالص يا جماعه، خفيفه خالص. ادي كده 4. بسم الله ما شاء الله، يعني فطيره بجد تحفه. عايزه حابه ان انت تحشيها كاستر، قبل ما تقفلي عليها بقى الضمه الرابعه دي، هتحطي بقى معلقتين كاستر وهتقفلي عليها زي ما انا قفلت. هتحطي هنا بقى كاستر وتروحي قافله كده. ماشي. معلقتين 2 كاستر عشان ما يطلعش منك بره، وبرده هتقفلي عليها، تقفلي عليها كده من النواحي، من الجوانب كده زي ما انت شايفه. محشيه كاستر، محشيه مهلبيه، محشيه زبيب وجوز الهند، اللي انت عايزاه. ادي كده الفطير بتاعنا. انا النهارده عملته ساده علشان خاطر برضو اللي ما عندوش يقدر يعمل. ادي خلصت الفطير بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. هاخد بقى الكميه كلها عشان مطولش عليكم الفيديو. ادي حطيتها في الصينيه. بصوا انتفخت وبقت عامله ازاي، عشان انا ضم عليها من الجوانب وقافله. بصوا منفوخه ازاي يا ولاد. كده الرقات اللي جوه كلها بتستوي. بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش دقيقه دقيقه. ادي طلعت اهي الواحده زي ما انتم شايفين. هحط برضو نقطه سمنه او زيت صغننه. هدهن، بقول لك هدهن اهو. واروح جايه برضو منزله التانية على القفل اللي انا قفلته. مش انا ضمه من الجوانب يا جماعه، هنزل على القفل اللي انا قافلاه. بصوا بتنتفخ ازاي. بصوا، حابه تحطي كاستر حطي، حابه تحطي سكر بودره حطي، حابه تحطي مهلبيه حطي، حابه تحطي اي خضار حطي، اللي انت عايزاه هيمشي معاكي برضو. تمام. طلعنا الفطيره اهي. انا حطيت لها، قطعتها وحطيت لها لبن وعسل وزبيب وجوز الهند، بس المقطع ده راح مني. ادي الفطيره زي ما انتم شايفين، حمرناها زي ما انتم شايفين كده. هنقطعها دلوقتي
وهنغرقها لبن وسكر بودرة او عسل اللي عندك مشي بيه. شويه سكر بودره كده وافرميهم ورشيها عليه، وحبه لبن وزبيب جوز الهند. ما عندكيش زبيب جوز الهند مفيش مشكله، المهم اللبن بس هو بيطريها وبتبقى عامله زي الفطيره بتاعت بره بالظبط. بصوا قد ايه جميله وقد ايه كتيره. بصوا رشينا بقى سكر او عسل، بصوا قد ايه وفرنا وعملنا فطير في البيت من غير ولا عجن ولا خبز ولا اي حاجه. في المرحله دي بقى لو عندك سكر بودره هترشي عليها وتديها شويه لبن. ما عندكيش سكر بودره، ما عندكيش عسل، حطي سكر بودره. ما عندكيش سكر بودره حطي عسل، عسل اسود مفيش مشكله. وهتروحي بقى ايه مشرباها لبن بقى ايه غزير كده. رشي بقى على الوش زبيب وجوز الهند وكلي احلى فطيره من عند احلى حلواني. ووفرنا وعملنا فطيره في بيتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، الفطيره دي تجيبيها من بره ب60 جنيه ومش بالجمال والنظافه دي، هتلاقي كلها زيوت وطعمها يوجع بطنك. بصوا الجمال. عايزه تقللي من اللبن شويه قللي، انا بحبها دايبه كده باللبن بتبقى تحفه. بصوا يا جماعه وفرنا وعملنا من نص كيلو جلاش ب 13 جنيه عملنا فطيره عسل. تمام يا حبايبي، زي ما انتم شايفين وفرنا ودبرنا وعملنا حاجه حلوه واحنا سهرانين كده قمنا ناكلها زي الفل من البيت وجميله بسم الله ما شاء الله عليها. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني واستفدتوا معايا، ومتنسوش تعملوا لي لايك ودعموني عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وهسيب لكم فيديو الفطاير في علامه الاي فوق على الشمال، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.